تطلع من انتخابات ماتشات صعبة جدا وأمور صعبة، والمصالح الشخصية فرضة نفسها على كل أمور الكرة في مصر. يعني كل واحد ليه مصلحة شخصية بينتقد أصحاب القرار دون الرجوع لأن هل هو ده هو صح ولا غلط. يمكن حضرتك شفت في موضوع الانتخابات، بنشكر كابتن سيف زاهر طبعا، كان مشرف في منتخب 97 من أفضل المشرفين على منتخبات مصر. كان الكابتن سيف، مش مجاملة ليه، يمكن تسأل كابتن عادل محفوظ والكابتن معتمد كان عامل ايه الكابتن سيف، حالة من الحب والاحترام للعيبة. بنشكر الكابتن احمد مجاهد تولى الاشراف بعد كده. بنشكر استاذ جمال علام المحترم رئيس اتحاد الكوره اللي ادى كتير للمنتخب ده. بنشكر مجلس الاداره والكابتن حسن فريد والكابتن عصام فتاح والكابتن حماد المصري، كل مجلس الاداره، دكتوره سحر، يعني كابتن خالد لطيف، مستشار مجدي المتناوي، مهندس محمود الشامي. طبعا كل الناس دي كانت داعمه للمنتخب ده نتاج مجهود مجلس اداره اتحاد الكوره. اول اجتماع للجنه الانتخابيه استبعاد مرشحين، شوف ازاي الموضوع. انا اتعاملت في الانتخابات دي بشيء من يعني كنت حريص ان يبقى كل المرشحين. قد اكون طبعا انا مؤيد ومؤيد بشده طبعا الناس اللي انا اشتغلت معاهم، اعضاء مجلس اداره اللي مترشحين في الانتخابات دي. وضع طبيعي ان انا اكون يعني رغبه داخليه جوايا ان انا حابب ان هم ينجحوا، لان الناس دي انا في عشره بيني وبينهم. ولكن في الانتخابات يمكن طريقه الاعلان عن الانتخابات، اغلب المرشحين اللي علاقتي بيهم شخصيه زي الكابتن حماد المصري، كابتن خالد لطيف، المهندس احمد مجاهد، كابتن سيف زاهر طبعا وكابتن خالد لطيف، فوجئوا بالانتخابات من الجمهوريه صباح يوم الانتخابات. في حرص من الاتحاد، واحنا برضو بنتكلم بندي القرارات كلها في مصالح وفي صالح الانديه. الاهلي والزمالك بيمثلوا مصر في بطوله افريقيا. كان في حرص من المهندس محمود الشامي رئيس لجنه شؤون اللاعبين ان يتفتح القيد عشان الاهلي والزمالك. لو كان في سموحه موجود، لو كان الاسماعيلي موجود، كنا هنعمل نفس الموضوع. اللعيب اللي هيمضي الناديين 6 شهور زي ما اللي بتقول؟ لا، اللعيب اللي هيمضي على الناديين هيشوف مفاجآت جايه صعبه شويه. احنا مش حابين اللعيبه، عاوزين احترام. اللعيب اللي بيمضي الناديين ده اولا بيعمل مشكله ما بين جماهير الناديين، وده لا اخلاق ولا احترام. فاحنا وانا بقول لحضرتك ما عندناش فواتير ندفعها لحد. اللي هيغلط هيشوف يعني خلال الشهرين اللي جايين دول العقوبات هتكون صعبه جدا. كاس مصر طبعا الكابتن عامر حسين بنقدم له كل الشكر طبعا، الجندي المجهول في اداره الكره في مصر، الجندي المجهول اللي عمل كل حاجه في الدوري وفي كاس مصر، ولازم نديله حقه وهو لجنه المسابقات. الكابتن عامر ان شاء الله يوم 1/8 1/8 تقريبا الاهلي وسموحه، وبعدين 3/8 الزمالك والاسماعيلي، وبعدين 4/8 انبي والاهلي او سموحه. ان شاء الله الدور قبل النهائي، بعد كده النهائي 8/8 بشكل نهائي كاس مصر. برزنتيشن عاملين احتفاليه كبيره جدا، بننسق مع الاستاذ محمد كامل خلال الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. الاحتفاليه الدرع الجديد هنسلمه للنادي الاهلي في نادي الجزيره، وبعدين يجي بيه الاحتفال. والدرع القديم اللي نادي الزمالك وصلوا مشكورين، ما جابوش على اتحاد الكوره، ما اعرفش ليه، دخلوا على النادي الاهلي، مفيش مشكله، المهم الدرع راح النادي الاهلي. الدرع ان شاء الله باذن الله الجديد هنسلمه للمهندس محمود طاهر، والدرع القديم هيجي يبقى هنا موجود في متحف اتحاد الكوره. نفس القصه دي هتحصل في كاس مصر. كاس مصر ان شاء الله باذن الله في كاس نموذج جديد مقدمها شركه تيلي سيرف، لان هي اللي كانت شركه يعني قبل ما تتنازل عنه البرزنتيشن. هنعمل احتفاليه كبيره جدا ان شاء الله في نهائي كاس مصر. كاس نهائي كاس مصر هيبقى فين؟ بنسبه كبيره طبعا ان شاء الله هيبقى في برج العرب، يعني بنسبه كبيره هيكون في برج العرب. لو في احتماليه تانية بنتمنى طبعا، يمكن مش عايز اقول لحضرتك مهندس خالد عايز يتمنى ان يبقى نهائي كاس مصر في استاد القاهره، زي ما هو حريص على برضه ان يكون ماتش مصر وغانا في استاد القاهره. استاد مستعد تماما لاستقبال مصر وغانا، لكن مستر كوبر ليه وجهه نظر تانية في الموضوع ده، وطبعا هو صاحب القرار النهائي، عاوز يلعب في برج العرب. نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر.